كيف ما سبق ليا وقلت، الامتحان الحقيقي للمنتخب الجزائري هو هذا الماتش ديال نيجيريا. ماتش الجزائر ونيجيريا كان غريب بزاف. المنتخب النيجيري ما دار حتى شي حاجه جديده، نفس اللعب ونفس الاسلوب وحتى نفس المشاكل. مع ذلك المنتخب الجزائري بانوا بحال ما باغيينش يربحوا. ايام ثقيل، كاينه ضربه جزاء للمنتخب الجزائري في الشوط الاول، وحتى التحكيم حتى هو ما كانش مزيان في هذا الماتش صراحه. ولكن هذا الشيء هذا ما كيغطيش على الاداء الكارثي اللي لعب به المنتخب الجزائري اليوم. يعني هذه ماشي سبه ديال التحكيم. الجزائر نفسيا وذهنيا وتكتيكيا ما كانتش حاضره، كانوا عندهم بزاف ديال التمريرات العشوائيه والخاطئه، وما كانت عندهم لا رغبه لا قتال، ماشي كيف الموالفين. وحتى جوج بيوت اللي دخلوا على الجزائر جاو من اخطاء كارثيه. محرز كان غايب، وعمور حتى هو ما دار والو اليوم. وحتى من الحارس زيدان نقدروا نقولوا ان المستوى الحقيقي ديالو هو اللي بان اليوم. المنتخب اللي لعب اليوم مع نيجيريا ماشي هو المنتخب الجزائري اللي لعب في البطوله كامله صراحه. واخا هكاك نيجيريا ربحت باقل مجهود في هذا الماتش هذا، وحتى الجزائر كتحس بهم بحال داخلين باش يخسروا في هذا الماتش.